ولا يظنن أحد منكم أنني غائب عن المشهد حتى وإن لم أكن من حضوره، فعندي كلام كثير، لكن ربما اقتضت الحكمة ألا أتكلم به إلا في وقته. وكلامي ليس مبنيا على الانفعال، وليس مبنيا على الظن المرجوح، إنما هو مبني على جانب يقيني، والجانب الأغلب فيه من الظن الراجح الذي قامت الدلائل على نصره. فلذلك لا أستطيع أن أقول كل ما عندي، لكنني إن عشت سأبينه إن شاء الله عز وجل بدلائله بعد ذلك. الأحداث اللي بتجري الآن ديت كأني بيني وبين نفسي كده ساعات لما أقعد أتأمل المسألة أقول كأن الله عز وجل أراد أن يقول للمتشوقين والذين يحلمون بإقامة الإسلام ادناها لكم سنة ما نفعتوش، نسلبها منكم لتتربوا وترجعوا وتعرفوا أن التمكين لا يكون إلا بالعبودية. لو صرتم عبادا لله مكنكم بكن حتى بلا أسباب، أو بما جرت عليه السنن يعطيكم الأسباب ويهيئكم لها، فإن حكم العالم أمر كبير. ارجعوا إلى أنفسكم مرة أخرى وليسأل امرؤ نفسه هل أنا عبد لربي فيما بيني وبينه؟ هل أنا عبد لربي في نفسي وفي بيتي وفي أولادي وفي عملي؟ هل أنا عبد لربي في حياتي مع الناس؟ ولا يكذب، إذا أراد لنفسه خيرا فلا يكذب. إذا كان الجواب لا، يبقى عرفنا من أين أتينا، عرفنا أين الخلل، فلنرجع إليه. أنا عارف أن كلامي هذا لن يعجب المتحمسين، أنا أعلم هذا، وسيقول بعض الناس متخاذل، لكن لما بتنكشف الفتن يعرف الناس من كان صاحب بصيرة ممن كان أعمى. وأنا لا أدعي لنفسي يقظة ولا بصيرة، ولكن ألا تذكرون الذي قلته بعد شهرين أو ثلاثة من ثورة 25 يناير في مسجد عز بالله؟ الذي لم يسمع كلامي يرجع إلى اليوتيوب يسمعه مرة أخرى. وقد لامني لائمون على هذا الكلام الذي قلته، ثم جاءني بعضهم بعد مرور سنة ونصف قالوا لي كأنك كنت تنظر خلف حجاب الغيب. فأنا أريد أن أقول كما مكن أسلافنا الكبار الذين حملوا الإسلام لن نمكن إلا إذا سرنا على طريقهم، وكان عندنا من الهم ما كان عندهم. لا يتحرك ولا ينجح إطلاقا إلا رجل يحمل هما. الذي لا يحمل هما رجل فاشل في الدنيا قبل أن يكون فاشلا في الدين.